قال عمر هلال، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة خلال جلسة رسمية لمجلس الأمن الدولي: الجزائر، لماذا أخذت الكلمة؟ هل لأنها تعتبر أن الأمر يعنيها؟ هل لأنها ليست طرفاً مباشراً؟ هل لأنها تدافع فقط عن مبدأ؟ هل لأنها تدافع عن الاستفتاء؟ لكنكم ترتكبون الكثير من التحريفات التاريخية. أنتم تظهرون جهلاً بما قامت به الأمم المتحدة. تتحدثون عن الاستفتاء وقرارات مجلس الأمن، لكنكم نسيتم أن مجلس الأمن لم يتحدث عن الاستفتاء منذ أكثر من 23 عاماً. تتحدثون عن مبدأ تقرير المصير، لكنكم كمن يدعي الدفاع عن القانون والمبادئ وهو في الوقت نفسه ينتهكها. إذا كان مبدأ تقرير المصير عزيزاً عليكم ومرتبطاً بتاريخكم وهويتكم، فلماذا لا تطبقونه لديكم؟ هناك شعب كان موجوداً قبل الدولة الجزائرية يطالب منذ عقود بحقه في تقرير المصير. إنه شعب القبائل. أنتم ترفضون لهذا الشعب ما تحاولون منحه لسكان يعبرون عن مغربيتهم. تحاولون الظهور كطرف غير معني، لكنكم طرف مسؤول. إذا كانت قضية الصحراء لا تزال قائمة منذ 50 عاماً، فذلك بسببكم. تواصلون ادعاء أنكم غير معنيين وأن الأمر بيد الأمم المتحدة، لكن الأمم المتحدة تقول لكم تعالوا إلى المائدة المستديرة، فلماذا لا تأتون؟ الأمم المتحدة تتبنى قرارات وأنتم ترفضونها. كنت أتمنى، أخي الجزائري، قليلاً من الاحترام للمغاربة الذين سال دمهم من أجل استقلالكم، لكن ذاكرتكم قصيرة. نفهم ذلك، لأنه لا وجود للمبادئ لديكم، لا مبدأ حسن الجوار ولا مبدأ الاحترام ولا الحل السلمي للنزاعات ولا حتى شجاعة تحمل مسؤولية أفعالكم وسياساتكم وأجنداتكم التخريبية. أما المغرب فهو في صحرائه وسيبقى فيها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. مجلس الأمن لا يتعامل مع قضية الصحراء كقضية تصفية استعمار، بل كمسألة تتعلق بالسلم والأمن. قضية الصحراء تناقش في إطار الموائد المستديرة، ونحن مستعدون لسماع ما يقوله إخوتنا الجزائريون حتى وإن اختلفنا. الأهم أن نكون حول الطاولة وأن نتحدث عن السلام.